عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ميمي. النهارده هنعمل مع بعض حاجه بيقدموها في الكريسماس في ايطاليا. هي اسمها الباناتوني. هي ميكس بين الكيك وبين العيش. ليها طريقه معينه كده في التخمير هنعرفها مع بعض في خلال الفيديو. تابعوني لاخر الفيديو عشان نعرف طلعنا القالب الجميل ازاي. متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك دايما كل جديد. يلا بينا نشوف الباناتوني هنعملها ازاي وطريقتها ازاي. علشان نعمل الباناتوني الايطالي زي ما قلت لكم في المقدمه، هي بتتعمل بطريقه معينه وطريقه تخمير معينه، بتتعمل على مرحلتين. اول مرحله هنعملها هي عندي هنا نص كوبايه دقيق، نص كوبايه ميه، نص معلقه خميره ومعلقه سكر ورشه ملح. انا هحط كل حاجه فوق بعض. حطيت السكر وكمان الخميره، هحط كمان رشة ملح بس بعيدة عن الخميرة عشان ما تعطليش مفعول الخميرة، وهبدأ اقلب دولهم كده مع بعض. دي المرحلة الاولى من الباناتوني. هي بتتعمل في مناسبات الكريسماس لانه هي بتاخد وقت. هي مش صعبة خالص، بس هي مشكلتها في فترة التخمير بتاعها، فهم بيعملوها في مناسبة الكريسماس بس. وهبدأ احط نص كوباية المية. العجينة هنا عندي لازم تبقى بتلزق، اخلطهم كويس جدا. بعد ما خلطت المكونات مع بعض غطيت العجينة عندي ببلاستيك راب وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر لمدة ساعة، مش اقل من ساعة. لازم اسيبها ساعة، هسيبها تخمر وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل ايه فيه. بصوا العجينة بتاعت المرحلة الاولى بعد ما سبتها بصوا ساعة خمرت. طبعا كمية الخميرة كبيرة بالنسبة لنص كوباية دقيق اللي احنا حطيناها. انا هفش خمرها تاني، هرش عليها معلقتين دقيق بالظبط وهرجع اعجنها تاني وبرضو هغطيها. بس المرة دي مش هسيبها ساعة، المرة دي بقى هاخدها احطها في التلاجة لحد تاني يوم. بعدين نبدأ نشتغل في المرحلة التانية. المرحلة التانية بقى علشان نعمل الباناتوني عندي 3 كوب دقيق، كوباية سكر، بيضتين كاملين وصفار بيضتين، وعندي معلقة خميرة كبيرة، كوباية لبن دافية. طبعا هاخد معلقة فانيليا عشان نستخدمها بيض، وعندي كمان هنا معلقة بيكنج صودا وكوباية الا ربع زبدة. هنا الحاجات دي ديت اللي انا هحطها في الحشوة، هحشي بيها الباناتوني. عندي هنا الفروت المسكرة اللي احنا عملناها مع بعض في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وعندي هنا زبيب، ممكن تستخدمي الزبيب الابيض العادي او الاسمر. عندي هنا كمان جنزبيل مجفف، وهستخدم معلقه قشر برتقال ومعلقه قشر ليمون. احط في العجان هنا كوبايه اللبن واحط عليها معلقه الخميره، كوبايه السكر، هقلبهم مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بصفار البيض. احنا قلنا صفار بيضتين وبيضتين كاملين، ممكن تحطي 3 بيضات وتستغني عن صفار البيض، بس هما الاصل بتاعها بيحطوا صفار بيضتين ومعاهم بيضتين كاملين. وهنزل بالفانيليا، تقريبا معلقه فانيليا، وهقلبها. فاكرين العجينه اللي احنا عملناها في المرحله الاولى وخمرناها مرتين؟ هبدا انزلها فوق الخليط اللي عندي ده. بصوا العجينه قوامها بيبقى ملزق ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. الدقيق هحط عليه معلقه البيكنج صودا، وهحط عليه بشر الليمون وبشر البرتقال، وهبدا اضيف الخليط اللي انا حطيته ده، البيكنج صودا والدقيق، قشر البرتقال وقشر الليمون، وابدا اعجن تاني. انا هبدا دلوقتي هعمل ايه، هضيف اول قطعه من الزبده. طبعا الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. هشغل العجانه وهبدا اضيف قطعه قطعه لحد ما كميه الزبده اللي عندي تخلص، اللي هي كوبايه الا ربع.
بصوا انا كده بعد ما عجنت فيها انا حسيت ان هي محتاجه دقيق شويه. انا مش عايزه القوام ده لانه احنا عارفين الدقيق بيختلف من نوع للتاني حسب امتصاصه للسوائل. فهزود شويه دقيق كمان تقريبا كده 3 معالق وهبدا اعجنها تاني. ده القوام اللي انا عايزاه. هي بتبقى عجينه بتلزق كده بين خليط الكيك والعيش. اخر اضافه هنضيفها هي الفواكه المسكره. انا طبعا حطاها في معلقه واحده بس ميه علشان تبوش معايا تمسك في العجينه. وهضيف كمان الزبيب والجنزبيل المجفف. لو مش متوفر عندك الجنزبيل المجفف ممكن تحطي قشر برتقال اللي هو بنسكره بسكر على النار. بصوا قوام العجينه شايفين بتلزق ازاي لما بمسكها. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هي بتبقى مش عجينه كيك ولا عجينه عيش. بايدي كده بشويه دقيق عشان بس اعرف انزل اللي على السلاح. هاخد شويه دقيق ارشهم عليها كده وايدي كمان بدقيق والم العجينه اهي. ادي العجينه كده بعد ما لميتها ماشي. طبعا النوع من الكيك ده او من المعجنات ده بيبقى ليه قوالب معينه، بس انا ملقتش القالب مش متوفر في المكان اللي انا موجوده فيه. فانا اتصرفت عندي هنا قالب عادي دهنته بزبده. جبت ورق زبده وخليت له حواف عاليه شويه بالشكل ده. دبسته من هنا وحطيته في القالب وهحطها فيها علشان تخمر. حطها جوه القالب كده عشان انا عايزاها تخمر جوه القالب، بس انا مش عايزه قوام العجينه يبقى اتخن من كده. هو ده القوام اللي انا عايزاه بيتلزق بالطريقه دي. هاخد حته زبده وهبدا ادهنها على الوش كده. انا بقى دلوقتي هسيبها تخمر. هغطي طبعا القالب كده وهسيبها تخمر. بعد ما تخمر هقول لكم هنعمل فيها ايه. هي بتاخد شويه وقت في التخمير لان فيها نسبه سكر كبيره، يعني تقريبا ممكن تاخد ساعتين، من ساعتين ل3 ساعات حسب درجه حراره المطبخ عندك. فانا هسيبها تخمر وبعدين نرجع نكمل مع بعض. وده شكل البناتوني بعد ما خمرت. انا باخدها وبفتح الوش بالمقص او بالسكينه بنفس الطريقه دي، وباخد معلقه زبده واحطها على الوش، اوزعها على وش العجينه عندي، وبعدين باخدها ادخلها على فرن درجه حرارته تكون 180. تقريبا بتاخد بين ساعه لساعه ونص. انا هدخلها الفرن وبعد ما تخلص هوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. وده شكل الباناتوني بعد ما طلعته من الفرن. بصوا هو عالي ازاي. طبعا شكلها حلو جدا. بنزينها بسكر بودرة، ولازم اول ما تطلعيها من الفرن تحطيها على شبكة علشان تبرد خالص، وبعدين تبدأي تقطعيها. المفروض طبعا تصبري خالص لحد ما تبرد خالص، بعدين تبدأي تقطعيها علشان ما تبقاش معجنة معاكي وما تفرولش. هي لسه سخنة شوية بس انا عايزة اوريكم شكلها من جوه بيبقى عامل ازاي. بصوا الالوان رهيبة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم اللي دايما بتفرحوني بيها. بالهنا والشفا عليكم.